أفاد بلاغ للديوان الملكي بأنه على إثر علم صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالنبأ المحزن لحادث غرق 6 أطفال وفقدان 5 آخرين معظمهم فتيات بالشاطئ المحاذي لمصب وادي الشراط، بعث جلالته ببرقيات تعازي ومواساة إلى الأسر المكلومة ضمنها مشاعر تعاطف جلالته معهم ودعوته إلى الله العلي القدير بأن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء. وأوضح البلاغ أن جلالة الملك نصره الله أصدر تعليماته السامية إلى السلطات الأمنية والترابية المختصة والمصالح الصحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإسعاف الضحايا والبحث عن المفقودين وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة للأسر المكلومة مشاطرة من جلالته لآلامهم وتخفيفا لما ألم بهم. وأضاف المصدر أن جلالة الملك نصره الله قرر التكفل شخصيا بلوازم نقل جثامين الضحايا ودفنهم ومأتم عزائهم. وبتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، انتقل وزير الداخلية السيد محمد حصاد إلى عين المكان للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ فيما تم فتح تحقيق في هذه الحادثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. تفاصيل أكثر حول هذه الحادثة الأليمة في روبورتاج زينب أرموش وعبد الرحيم فيلول. في لمحة بصر تحولت رحلتهم إلى مأساة. أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة ينتمون لجمعية رياضية غادروا مدينتهم بن سليمان في اتجاه بوزنقة للاستجمام في هذا الشاطئ الغير المرخص له والمحاذي لوادي الشراط، إلا أن أمواج البحر ابتلعت أرواح بعضهم. عائلة الضحايا متأثرة لم تستوعب بعد ما أصاب فلذات أكبادها، منهم من توفوا غرقا ومنهم ما لا يزال في عداد المفقودين. التدخل ديالنا عندنا 3 ديال الزوارق لداخل في البحر زائد جيتسكي والعناصر اللي كتقوم لي بلونجور اللي كيقوموا بالعمليه ديال انتشال الضحايا لداخل. اول عمليه قمنا بها اننا العدد ديال الاشخاص اللي كانوا داخل في البحر كانوا عندنا 9 جبدنا 3 وايفاكيناهم للوبيتال. للاسف واحد توفى في لوبيتال وبقاو 2. خرجنا 5 ديال الضحايا وبقاو اللي مفقودين عندنا لداخل 5. حصيلة الفاجعة 6 قتلى و5 مصيرهم مجهول، أغلبيتهم بنات. الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية سخرت مروحيتين وعدة زوارق مطاطية لإنقاذ الأطفال المفقودين. البحر شوية كان واصل لنا أو تيسحبوها مع بحر أو شوية البحر تم واصل لنا وتم غادنا داخل مساكن. فاش تم غادنا داخل شوية البحر مبقاش هو هذاك بدا يطلع مساكن بداو أو راموا جرموا ولا داير البحر. المنطقة هذه ممنوع فيها السباحة، وهاد الناس هادو جاو من سليمان وما عارفينش بأن المنطقة ممنوع فيها السباحة وجاو هنا ومساكنوا الأمر وإنا لله وإنا إليه راجعون. عمليات الإنقاذ توقفت في الساعة 8 مساء على أن تستأنف غدا صباحا على الساعة 7.